شايفين من عندنا سفرة ونحير بجدر الدولمة. صراحة هذا الجدر السفري منقذ بالسفرات، وإذا ما تعرفين الطبخين بيه فشوفي طريقتي. الدولمة لفيتها وحضرتها، خليت الجدر مالتي جدر ثاني، وشغلت النار وخليت كمية الزيت للطبخ. بعدين راح أحضر صلصة الدولمة، عبارة عن عصير نارنج ومي ومعجون ودبس رمان وشوية ملح. بعد انتو طريقتكم شنو تحبون تضيفون. طبعا هذا الجدر للناس اللي يقولون عليه مو صحي فهو مو للاستعمال اليومي، احنا دا نستعمله مرة كل سنة، مرة كل كم شهر بالسفرات بس، حتى يعني ما نتبهذل بالجدر. فهذا فكرته حلوة للسهولة، من تخلصون الدولمة مالتكم وتاكلوها بالعافية راح نشيله ونذبه. هنا الدولمة استوت، وهاي ثاني يوم بالسفرة مالتنا. عندي طباخ هذا الصغير اخذته وياي وحميت الدولمة مثل ما تشوفون، وزوجي تولى المهمة، هو قلب الدولمة. وطبعا شوفوها شلون حتى ما لازقة ولا لاجعة. خليت طبعا هنا ورقة زبدة حتى أضمن البصل يطلع عندي كامل يعني. وهذا شكله بالأخير. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والمتابعة، وبالعافية.